على أي تحية نضالية. بالنسبة لهذا الأوديو يعني وعدتكم صباحا بأنه غيكون أوديو توضيحي. سأحاول قدر الإمكان أن أوضح بعض الأمور. إذا مناسبة هذا الأوديو هو لوضع الأسبوع على مجموعة من الملاحظات والحقائق التي لا يجب أن تمر مرور الكرام. وهنا ضروري غنتذكر واحد الرواية ديال غسان كنفاني، رجال في الشمس، اللي سالت بواحد السؤال فلسفي: لماذا لم يدقوا جدار الخزان؟ في إشارة لدوك الرجال الثلاثة اللي كانوا هاربين من الواقع ديالهم، وللأسف لقوا حتفهم داخل الخزان بفعل الحرارة ولم يدقوا الجدار ديال الخزان. إذن في هذا الأوديو سأحاول دق جدار الخزان للرد على أوديوين بعد. أولا واحد انتشر أمس يعود لذاك مراد أمسري، هو صاحب الفيديو العجيب أمام الوزارة يوم السبت 16 دجنبير، واخا قبل منه كان واحد الأوديو يدينه لأنه ما كانش جا أصلا باش يحضر الحوار. واش كان ناعس ولا حتى بداو يعيطوا له الثانوي تيقولوا جري 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 راهم دخلوا. والاوديو الثاني لشي عضو ديال شي عضو اقليمي ديال التنسيقيات الثانوي والذي يدعو الى تعليق المعركه. الاوديو الاول ديال امسري كانت فيه اشاره لان عافاكم الاساتذه استمروا في الاضراب غير هاد 4 ايام باش الا رجعنا الاسبوع المقبل نرجعوا مرفوعي الراس. وبالتالي فالاوديوين يوضحان انهم غاديين في اتجاه تعليق المعركه. وهنا سأطرح السؤال: لماذا ستعلق التنسيقيتان بالضبط الإضراب الآن؟ فماذا تحقق لهم كسؤال استنكاري؟ ولماذا لم يقبل الدخول الحوار يوم 16 دجنبير ولو بعنصر واحد؟ لأن كان الهدف من ذاك الحوار يوم 16 دجنبير هو سماع العرض ديال الحكومة، ولكن مقابل الشرط اللي وضعت لهم الحكومة يوم الخميس 14 دجنبير، قالت لهم اودي ما هو شرط تعليق الاضراب؟ وكل شيء بدا تيقدم المطالب ديالو. 26 واحد حضروا، كل شيء قدم المطالب طبعا الا الاف ان او اللي ما هضروش كاملين، ولكن التنسيقيات الاخرين كل شيء هضر، لدرجه ان مثلا نفس التنسيقيات يقولوا كلام متناقض. هذا للتاريخ. ولكن بعد 16 دجنبير مباشرة غيخرج الإضراب، يعني بعد هذا الحوار اللي دارت الاف ان او بالوفد ديالها بالإضافة للممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، غتخرج هاد التنسيقيتان بإضراب ديال 4 أيام بصراحة لكسر تفاوض الاف ان او مع الحكومة. وهذا الشيء اللي غادي يأثر حتى على التنسيق الوطني باش يصوغ برنامج ديال الإضراب ديال يومين كحسن نية، في حين أن مكون ضمنه دعا إلى 4 أيام دون احترام لميثاق الشرف التي تجبد دائما والذي يجمع بين مكونات التنسيق. وذلك بعد أن نودي على الاف ان او مرة أخرى ستحدث أمور أخرى مهمة خصوصا في هذا الأسبوع الأخير. يوم الأحد تنهضر على هذا الأسبوع، هذا كان تنسيق سري بين الموحدة ومكون من مكونات التنسيق بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه غادي يعرفوا الاساتذه شكون، للخروج باضراب 4 ايام، واخراج البيان او النداء ديال الاضراب 4 ايام يوم الاثنين صباحا هذا الاسبوع، في اللحظه اللي حقق فيه الوفد المفاوض ديال الاف ان او واحد التقدم كبير في التفاوض. مساء الاثنين غيجتمع المجلس الوطني بناء على هذاك المخرجات ديال داك التفاوض الاف ان او. وفي اللحظه ديال البدايه ديال هذا الاجتماع طلبت الاف ان او من التنسيق الوطني اللي كان مجتمع حتى هو في نفس اللحظه تاجيل اجتماعه اليوم الثلاثاء. علاش؟ باش حتى التنسيق الوطني لقطاع التعليم يسمع العرض ديال الحكومه وياخذ فيه قرار. فرفضوا وخرجوا باضراب 4 ايام. وهنا الرفاق ديالنا الاف ان او قالوا مودي لا كنتوا غتخرجوا باضراب او لا كنتوا غتاخذوا قرار اليوم بلا بينا، فعافاكم اي بيان غتخرجوه او لا اي حاجه ما يكونش فيها اللوغو ديال الاف ان او. وخرجوا بالاضراب ديال 4 ايام مما يطرح الاف علامات الاستفهام. فكيف تضرب وانت لا تعرف بعد مخرجات الحوار مع الاف ان او؟
وليس ما أعلن عنه الرباعي، حيت الرباعي كان خرج بشي حاجة تنين، ولكن خصك انت تسمع الاف ان او شنو غتجيب لك، لانه كان حوار مع الاف ان او لوحدها، وكان نهار الحد ودام من 10 حتى ل5 د العشيه، وكل شي عارف هذا الشيء، ماشي الحوار اللي جمع النقابات ب5 نهار الحد في العشيه. نرجعوا للاجتماع ديال المجلس الوطني ديال الاف ان او، التوجه العام كان مع التوقيع على العرض، وبالتالي باش ما يحاسب حتى شي واحد شي طرف لوحده ولا شخص لوحده، فليس الرفيق عبد الله غميمة من وقع الاتفاق، ولكن المجلس الوطني هو اللي وقع الاتفاق باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. ولكن قبل هذا ضروري ما نشير لواحد النقطة مهمة، راه قبل 16 دجنبير، قبل الحوار ديال 16 دجنبير، راه بدينا كاملين كمناضلين تنشوفوا بأن المعركة بدات تتفقد التوهج ديالها، لا سواء بالممارسات اللي دارت المديريات. نعطيكم نموذج ديال مديرية تطوان، نموذج ديال مديرية بن مسيك، عين الشوق، مجموعة كنا متبعين الوضع وبدينا تنحسوا بالخطورة أن المعركة غادية وتتنقص، وبالتالي راه حتى التفاوض راه معركة من بين المعارك الكبرى اللي خص يكون المفاوض مفاوض قوي، وخصنا ندعموه كاملين كتنسيقية مناضلة، خصوصا أن هاد الاف ان او بالضبط استطاعت أنها تدخل معها جوج ديال التنسيقيات اللي ماشي معها في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والاف ان او حظى بالشرف ديال التكوين ديالو ابتداء من 10 دجنبير، يعني قبل ظهور نظام المآسي. نكتفي بهذه الملاحظات ونمروا لحاجة أخرى. إذا هنا تيبان بالملموس أن هناك من دعا إلى إضراب 4 أيام لكي لا توقع الاف ان او هذا الأسبوع، ولا يحسب لها أنها جاءت بمكتسبات أعمق وأكثر من محضر 10 دجنبير. وباش نكون موضوعي أكثر، فما تحقق ليس هو الأفضل، وكان بإمكاننا كنساء ورجال التعليم انتزاع الأكثر أقول لو لم يعرقل حوار 16 دجنبير بالممارسات الصبيانية المقصودة والمدعومة طبعا من طرف من لهم مصلحة في أن لا تحتسب لهذه المعركة، يعني معركة الكرامة، أي مكتسبات خصوصا باسم الاف ان او. ولكن أجيو نوضحوا مثلا أشنو جاب لنا هذا التوقيع ديال الاف ان او، بعيدا عن لغة الفلوس، نخليو اللغة الفلوس هي من بعد. أول شيء وقعت الاف ان او على نسخ نظام المآسي، وقعت الاف ان او على مراجعة الاقتطاعات واسترجاعها، والتزمت الوزارة والقجع بأنهم غيرجعوا من 5 أكتوبر لدابا بديماندا سبيسيو في بداية شهر 1، لأنه كون كان الحوار في 16 دجنبير ما كانش غتكون ما غيدوزوش لي صالير الخزينة، كان ما غيكونش هذا الشهر اقتطاع أصلا. ولكن شوفوا شكون اللي عرقل هذا الشيء، وقعت الاف ان او على حذف العقوبات اللي كانت في نظام المآسي، ودابا كاينه العقوبات ديال الوظيفة العمومية، وهذه نقطة مهمة. وقعت الاف ان او من بعد ما جات النقاش ديال ساعات العمل وكانت المهام كثيرة، وقعت الاف ان او على الأقل الحفاظ على ساعات العمل اللي كاينه دابا وإمكانية مراجعتها طبعا. وقعت الاف ان او على تقييم الأداء المهني بنفس الأمور اللي كانت في نظام 2003 مع تعديلات بسيطة، يعني في داك الشيء ديال المهام او لا غيكون شيء جديد ولكن هو اختياري، بحال المثال ديال التكوين غيكون اختياري. وقعت الاف ان او على الترقيه بالشهاده، وقعت الاف ان او يعني هذه الحامل الشواهد، وقعت الاف ان او على تسويه الوضعيه ديال الاساتذه الدكاتره عبر 3 أفواج، وقعت الاف ان او على تفتيش الاساتذه الاعدادي، وقعت الاف ان او على معالجه ملف العرضيين، وقعت الاف ان او على اضافه سنه على ديك 4 اللي كانت لتصبح 5 سنوات بالنسبه للزنزانه 10. وهنا ضروري نفتح واحد القوس مهم، هذا العام اللي ضاف كان بطلب من اعضاء المجلس الوطني ديال التنسيقيه الوطنيه ديال اساتذه الزنزانه 10، هما اللي مشاو عند الاف ان او، والرفيق حسن الحيموتي اتصل بالقجع وقال له دي خصنا نراجعوا ديك 4 سنوات.
إذا شوفوا أشنو جابت الاف ان او لنصل إلى الملف الشائك أو اللي قلت لكم ديك المرة هو أب المطالب، هو الملف ديال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتعاقد المشؤوم. شنو جابت فيه الاف ان او؟ كانت فيه غير وعود، ما كانتش شي حاجة، ولكن دابا كاين اتفاق فيه تقدم ملموس كبير. وغنسطر على هذه الجملة: سيضمن لهذه الفئة الأمن والاستقرار الوظيفي. غيقول لي الأستاذ كيفاش؟ هذيك النقطة اللي وقعت عليها الاف ان او اللي فيها اضفاء صفة الموظف العمومي وشافت هذه التنسيقية انها تلاعب بالمصطلحات، نعطيكم واحد الجواب بسيط. شنو هو المخرج اللي غتعطينا هذه الصفة ديال الموظف العمومي؟ انا ما تنقولش التعاقد تسالى، ولكن هذه الصفة ديال الموظف العمومي غتخلي بعد على الاقل ان العقوبات الكبيرة والضخمة والخطيرة واللي تتكون الدرجة ديالها صعيبة غتكون مركزية. الاستاذ ما غيكونش واحد نهضروا على واحد الأكاديمية إكس يكون فيها مدير الأكاديمية متسلط بحال كيما وقع مع الأستاذ الحسن هلال ويتوقف 8 شهور، ونمشيو لواحد الأكاديمية فيها واحد مدير أكاديمية ماشي متسلط ويوقف أستاذ شهرين. لا، فاش تنقولوا موظف عمومي تسري عليه نفس عقوبات الوظيفة العمومية، يعني غتكون عندهم مجالس تأديبية فحالنا فحالهم، يسري علينا هذا النظام جميعا، وبالتالي ما غيقدرش يعاقبك بوحدك بمعزل على شي حاجه يمشي يدير مجلس تاديبي ديالو بوحدو، لا بالعكس غتكون لجان ثنائيه ديالنا كاملين، زائد اللي كان فيها غير وعد دابا فيها التزام. التسويه ديال الرتب الوضعيه الماليه من 2016، وكذا المشاركه في الامتحانات ديال الكفاءه المهنيه. كاين اساتذه اللي خصهم يترقاو هذه السنه للسلم 11. هذا التزام، هذا توقيع. كاين الاقتطاعات اللي مشات لصندوق اخر ماشي ديال الصندوق المغربي للتقاعد، مشات هزهم لما فيها الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، ما غتحسبش لهم في التقاعد ديالهم، غادي ترجع هذيك الاموال كامله المقتطعه لذاك الصندوق. إذا هذا راه تقدم بالنسبة لي، تقدم ملموس. رقم تأجير ممركز فعلا، باش ما نبيعوش الوهم، المنصب ماشي منصب مالي، ولكن للأسف وهنا غنزيد نذكر راه يوم 16 دجنبير كان التفاوض ديال الاف ان او على إدماج على الأقل ثلث ديال هذه الفئة. كان تفاوض في هذه الفئة على أساس أنها تدمج ابتداء من 2016 ويبانوا المناصب المالية ديالها. من بعد ما كانوا تيتخلصوا من الميزانيه ديال المعدات، وفاش خرج نظام المآسي ولاو تيتخلصوا من الميزانيه ديال الاعانات. ما حققته الاف ان او انهم دابا غيبداو يتخلصوا من الميزانيه ديال الموظفين، من اجور الموظفين، لا اقل ولا اكثر. هذا تقدم ملموس، ولكن باش نحققوا انتصار كلي في هذا الملف اظن بان هذه المعركه ما وصلتش لذاك الحد ديال انها تمشي في هذا الطرح. طبعا يعني اقول النهايه ديال هذه المعركه، ولكن يجب شحن البطاريات من جديد باش نقدروا نحققوا الادماج الكلي والتام للاساتذه المفروض عليهم التعاقد. كنا معهم قبل 14 يناير منذ 2016، وفاش كانت الاف ان حتى في الحوار قبل 14 يناير رجعوا شوفوا شحال من اضراب دارت في الوقت اللي الرباعي ما دار حتى شي اضراب، وباقي عاقل غير على 20 و21 و22 فبراير. يعني مجموعه من الاضرابات كانوا بعد غير في هذه السنه 4 ديال الاضرابات كانوا قبل او 3 الاضرابات قبل 14 يناير. هذا ابار المالي. نهضروا على المالي فاش تنقولوا الاثار الاداري للمقصيين من خارج السلام راه غادي تسرع الوتيره. طبعا احنا كاف ان او طلبنا ب 2018، طلبنا ب 2019، الزنزانه 10 ل5 سنوات راه غتسرع. مجموعه من الاساتذه راه غيدخلوا في الترقيه بالتسقيف هذا العام، وكاين اللي غيدخل بالاختيار. المنحه ديال العلم القروي، الدرجه الجديده من 2026، 1000 درهم ديال الرتبه 3 السلم 12، يعني خارج السلم كانت في الرتبه 5 دابا ولات في الرتبه 3، يعني من بعد 3 سنين. يعني راه كاين اثار مالي. ثم الوعد ديال الزياده في الاجور بنص تنظيمي للاساتذه الابتدائي والاعدادي واطر الدعم،
والقجع التزم بمارس فليتحمل المسؤولية ديالو، علما أن القجع أشار أنها غتكون زيادة أخرى في الحوار المركزي باش ما نغطيوش الشمس بالغربال. ولكن كاين واحد المخرج مهم جدا، هو أن آخر حاجة وقعت فيها عليها الاف ان او تلتزم الحكومة بالاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول. وبالتالي هاد التنسيقية المناضلة في الميدان كما دارت الزنزانة 10 يوم الأحد وتزادت لها سنه، واخا ماشي ده هو المطلب، هادشي اللي خصها دير التنسيقيات الاخرى. راه دابا غتبدا المعركه ديال المراسيم، غادي يبداو يخرجوا المذكرات التنظيميه، خصنا نبقاو على تواصل مع الاف ان او، الصوت الكفاحي اللي بقى لنا كشغيله تعليميه للدفاع على جميع الملفات. راه باقا المرحله ديال الصياغه عاد غادي تبدا، وبالتالي إذا كانت الاف ان او اعلنات التعليق ديال الاضراب، فعاد مناضلو ومناضلات الاف ان او مرفوعي الراس في الوقت اللي تحملنا المسؤوليه في التنسيق الوطني لقطاع التعليم طيله هذه المده، تنظيرا تنظيما وحتى ممارسه. ويمكن اليوم انا خليت الاوديو ديالي حتى 3 الاشكال اللي كانت اليوم، غادي يلاحظوا الاساتذه الفرق في الغياب في الاف ان او، وشخصيا شفتوه في بعض الجهات. تحيه لكم. نبيل مزيرك، عضو المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم اف ان او بتطوان.